السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله من الفيديو بتاع النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة لكورس المبتدئين. لو أنت صفر خالص في الإنجليزي بلاش صفر، لو أنت تحت الصفر إن شاء الله بعد الكورس بتاعنا بتاع كورس المبتدئين في اللغة الإنجليزية هتتغير تماما. أولا كده وقبل كل شيء مش عايزين ننسى إن احنا ندعو لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم اللهم آمين. يلا بينا. مبدئيا كده لو أنت مش حافظ ABC حاول إنك تحفظها اليومين الجايين دول قبل ما تبدأ في الكورس. وقف الكورس هنا وابدأ احفظ ABC الأول وتعالى لي. إن شاء الله النهاردة أول حلقة معانا في الكورس بتاعنا كورس المبتدئين. مبدئيا كده أي لغة في الدنيا بتتكون من حروف، والحروف بتعمل منها كلمات، والكلمات بتحطها جنب بعض بتصيغ منها جملة عشان تقدر توصل معلومتك أو توصل فكرتك. بتستخدم اللانجوج، بتستخدم اللغة، فاللغة هي الأساس. بعد ما أنت عملت كلمات وعملت جمل بتبدأ إن أنت تعمل موضوعات أو باراجراف عشان زي موضوع التعبير كده في العربي بالظبط. مبدئيا كده إيه الجملة بتتكون من إيه؟ الإجابة على السؤال ده فأنت لازم تكون عارف إن الجملة في اللغة العربية عندي فعلية واسمية، عكس اللغة الإنجليزية تمام مفيش فعلية واسمية. الجملة بقى في الإنجليش ايه مكوناتها؟ ايه اللي انا محتاجه عشان اكون جملة واتكلم واكتب؟ مبدئيا كده انت لازم تبقى عارف ان الجملة بتتكون من فاعل، فعل، مفعول به. الفاعل ده على نوعين، يا اما يبقى ضمير يا اما يبقى اسم علم. طيب ايه هي الضمائر او الضمير ده؟ زي مين نحفظهم؟ طبعا لازم تحفظهم. الضمائر وهم I, he, she, it, we, they, you. تاني I, he, she, it, we, they, you. مبدئيا كده انا عايزك تحفظ الضمائر دي، دول زي قلمك وكراستك بالظبط. تمام؟ فانت انا عايزك بس تبقى مجهز معاك دلوقتي كده ورقه وقلم وتبدا تاخد مني الضمائر I, he, she, it, we, they, you. طبعا وقف وانقل الضمائر انت براحتك عشان بس الوقت الفيديو ما يبقاش طويل. طيب ده بالنسبه كده للفاعل الضمير. طيب في فاعل نوع تاني اللي هو اسم العلم. ايه هو اسم العلم او البروبر ناون ده؟ اسم العلم عباره عن اسم الشخص، اسم مدينه، اسم دولة، اسم مادة، اسم لغة. يعني مثلا كلمة منصورة ده اسم علم، أحمد اسم علم، مصطفى اسم علم، منى اسم علم، فلسطين ده اسم علم، ايجيبت اسم علم، انجلش ده اسم علم، Arabic ده اسم علم. ده كده بالنسبة للسبجكت الفاعل بتاعي. طيب السؤال هنا الفيرب هو ايه؟ الفعل في الانجليش نوعين، يا اما يبقى فعل اساسي اللي هما بيسموه المين فيرب، يا اما يبقى فيرب اوكسيلري فيرب او فاعل مساعد. طيب الافعال الاساسيه هي ايه والافعال المساعده هي ايه؟ بالراحه خالص. الافعال المساعده زي مين؟ زي am, is, are. الماضي بتاعهم was, were. مش عايزك تتخض خالص، كل الافعال دي احنا هناخدها تباعا في السلسله بتاعتنا. تمام؟ عايزك بس تعرفهم دلوقتي كده ايه على الهامش. has, have, do, does, did, can, could, shall, should وهكذا. دي اسمها افعال مساعده. تمام؟ طيب الافعال الاساسيه دي الافعال برضو اللي احنا هناخدها. انا عارف انك ما انتش حافظ حاجه، انا عارف ان انت مفيش خالص. طيب هنبدا تاني ايه من الصفر. طيب هحفظك افعال زي go يذهب، watch يشاهد، wash يغسل، run يجري. الافعال ديت هناخدها وهزودك بافعال وهقول لك ازاي تعمل جمله ان شاء الله واحده واحده بس. تمام؟ انا بس احنا عايزين نحط ايه قواعد اساس بس كده للبيت اللي احنا هنبنيه. كده احنا عرفنا الفعل ان هو مساعد واساسي. المفعول به هو ايه؟ المفعول به هو ايه؟ تعريف عربي خالص اهو بقى، هو الاسم الذي يقع عليه الحدث. ازاي؟ لو انا قلت محمد ضرب علي، محمد ضرب علي، محمد ده اسمه السبجكت الفاعل عندي. مين اللي ضرب؟ علي، هو ده المفعول به. يبقى المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه الحدث. ببساطة دي كده الجملة، فاعل، فعل، مفعول به. كل حاجة هناخدها على حدة. تمام؟ تعال بقى كده ناخد مثال بسيط جدا ونفصص ونطبق عليه الحاجات اللي احنا قلناها. مثال بيقول I play football. طبعا انت عارف المثال ده وتسمعه كتير. انا بلعب كرة قدم. الفاعل في الجملة ده مين؟ I. طيب هسألك سؤال، الفاعل ده ضمير ولا اسم علم؟ هتقول لي ولا هو محمد
ولا هو مصطفى، ولا هو اسم شخص، ولا هو اسم مدينه، ولا اسم ده، ولا اسم اي حاجه. يبقى ده ايه؟ ضمير. انا اي، يبقى ده فاعل ضمير. الفعل هنا بلاي، هل هو من ام واز وار ووز ووير وهاز وهاف وكان وكود وشال وشوف الحاجات ديت؟ لا، يبقى ده مين؟ فيرب، فعل اساسي. المفعول به مين؟ هو بيلعب ايه؟ بيلعب فوتبول، يبقى الفوتبول هنا ده اوبجكت او مفعول به. كده انا وصفت الجمله وقلت حددت عليها الفاعل والفعل والمفعول. طيب انا مش عايز اطول في الفيديوهات بتاعي، هتبقى فيديوهات قصيره ان شاء الله، بحيث ان احنا ناخد معلومه معلومتين 3 بالكتير، تمام، بس ان هي تثبت في دماغنا، وهنتابع ده تباعا مع بعض. بس انا عايزك تتابع وما يفوتكش حاجه. وطبعا لو عندك اي سؤال سيبهولي بس في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. ببساطه تاني احنا قلنا الجمله فاعل فعل مفعول، تمام. الفعل يا اما ضمير يا اما اسم علم، الفعل يا اما فعل مساعد يا اما فعل اساسي، المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه الحدث. ده كل اللي احنا خدناه النهارده. فانا عايزك واحده واحده تحفظ لي البروناونز، الضمائر اللي هم اي هي شي ات وي وذي ويو، احفظهم كويس جدا. بس ده الهوم ورك بتاعك، تمام. وانك تحاول تعمل سنتنس، تعمل جمله. انا عايز انوه تاني ان الكورس ده للناس الزيرو، الناس المبتدئه، الناس اللي عايزه تبني اساس من البدايه خالص، تمام. لكن لو انت بقى شخص مثلا ان انت الليفل بتاعك عالي شويه في الانجليش، فهيبقى ممل بالنسبه لك، تمام. بس كده ده نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم يا رب وينصرهم، اللهم امين. ما تنسوش برضو بدعوه، واعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه وحاول تشيرها مع اصحابك، جايز حد يعجبه الفيديو ويفهم، فتبقى انت سبب في ان هو يتعلم حاجه جديده في حياته. بس كده ده نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.